سلام يا الزينات، واش حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكون صحه ديالكم مليحه. نقول لكم صحه فطوركم. جيت اليوم باش نشارك معكم فيديو، راح نشارك معكم يعني روتين تاع اليوم الثاني والثالث، وان شاء الله غدوه اذا قدرت نزيد نبارطاجي معكم روتين لليوم الرابع. اذا حبيتوا نزيد نشارك معكم حاجات اكثر واكثر، بارطاجيو قناتي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وبيان سور ديروا جيم. ونشكركم على كامل التعليقات، كامل الدعم تاعكم، وكامل يعني التحفيز ديالكم. كما شفتوا البنات هنا راح نخدم يعني دوزيام بلا، راح يكون شويه تاع لي فريت. كنت درت شويه شاورما تاع الدجاج والمصيدوان مع هذوك لي فريت. شوفوا المصيدوان درت فيها يعني خلطه شويه بيض، شويه زيتون كحل خضر، معدنوس، طوماطيش، جلبانه، زروديه، مايونيز، العظام ولا هما البيض والفرماج. يعني درتها مصيدوان يعني كامله متكامله. حطيتها هكذا في هذاك الكلارسول المدور ونخليها هكذاك. يعني هذا درتو كطبق تاني. حنا في رمضان البنات ما نقدروش ناكلو، دونك نسي دائما ندير حاجه اللي تتكلي، الحاجه اللي ما تقعدش هكذاك وتروح ضيعه. دونك نعمه تاع ربي نسي دائما كيفاش ندير اقل كميه وحاجه اللي تتكل في الدار، وكل وحده تعرف واش يحبوا في دارها. بالنسبه يعني في بلاصه البوراك اليوم حبيت نبدل، قلت نو ماشي دائما بوراك نكرهو منه. قلت ندير شويه طاكوسات. هاد لاباط البنات كانت عندي في الكونجيلاتور، ايا جبتها باش نستغلها. جبتها صباح بكري البنات حتى راح منها هذاك لاكلاص العشيه، يعني كي لحق الماما تاع الفطور جويه 6 لقيتها سيبو طلقت بيان راهي هايله. واش راح ندير في هاد الطاكوسات البنات؟ كما قلت لكم تبلت الدجاج كيف كيف صباح والعشيه قليته. يعني درت الدجاج تاع بالتتبيله تاع الشاورما، شويه تاع الفريت، شويه طوماطيش، شويه بصل، غلقت عليهم ونحطهم يتبانينو في البانينوز. راح نشوفوا البانينوز تاعي حالتها حاله ما لقيت لهاش حل البنات. باسكو انا واش فسدها لي كنت قلتها لكم من قبل، نهار اللي درت فيها الشوا راحت لي هاد البانينوز، يعني شغل تكردت لي. بصح معليش راهي تسخن راهي هايله على الكيف، ما خصها والو برك هذاك الشكل الخارجي تاعها ولا هذيك الماده الاولى تاعها فسدت لي. دونك ننصحكم هاد البانينوز اللي يعني مازالهم يتباعوا، مازالهم يديروا عليهم اعلانات وكلش. دونك انا ننصحكم ما ديروش فيهم الشوا، يعني يقدر النهار الاول ما يفسدش بالشوا، بصح دوزيام فوا تخوازيام فوا نضمن لكم بلي البانينوز تاعكم رايحه تروح فيها. انا كنت ندير ثم الشوا فيه الشحمه، هذيك الشحمه هي اللي حرقت لي البانينوز تاعي. بعدها رحت نوجد الطابله. شوفوا اكثر حاجه نرتاح فيها كي نروح نوجد الطابله نقول صيب وراني خلصت، بصما باينه ما قعد لي والو. ونحب نوجد الطابله على البكري، باغ اكزومبل الاذان يدن على 7 غير 5، انا نحب نوجدها على 6 باش نقعد مهنيه. كما قلت لكم باش نيسي اقل شيء قعدوا لي 5 دقائق 10 دقائق قبل المغرب نقراهم، يا لو كان 3 ورقات ولا 4 من المصحف. هاوليكم هنايا واش درت لهم الفطور، حاجه خفيفه على حسب واش ياكلوا. ما نحبش ندير حاجه بزاف وتضيع هذيك الماكله، انا متربي ماشي مليحه نديروها ونعاود نخدموها من بعد نروحوا نرموها. دونك كل وحده على بالها واش ياكلوا افراد العائله تاعهم. انا درت شويه طاكوسات في بلاصه البوراك، ودرت شوربه فيرميسيل، ودرت دوزيام بلا هذاك اللي جاي يعني ماسيدوان مع شويه فريت معاهم شويه تاع هذيك الشاورما. والحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وكانت قعدت لي البيتزا تاع البارح، اي جبتها سخنتها وكليناها خير ما تقعد هكذا. كيما قلت لكم نعمه ربي ماشي مليحه نرموها. دخلتها لي الكوشه زات حمارت شويه بزياده. والصلاة على النبي. هذه في لا جورني تاع اليوم الثاني من رمضان. بالنسبه لليوم الثالث من رمضان كان الزوج شرى لي شويه قضيان، رحت باش نستو نخبيه. سبحان الله في رمضان يعني يخلص كلش سبحان الله. ونحتاجو بزاف عفايس في رمضان. عبالكم باللي نطيبوا بزاف منين ندخلوا وحنا نخمو غير في لي بلا منا تسمى نحتاجو بزاف حاجات نشروهم. الله يكون في عون كل واحد، باسكو فريمون الغلا هاد العام كارثه غلا بشكل رهيب. يعني ما كانش حاجه تروح تحط يدك فيها ما تلقاش البري تاعها رجع دوبلي. يعني فريمون ابسط مثال البصل راهو 20 ميل هنا في جيجل، يعني واش نقول لكم تشري 4 حبات تاع بصل ولا مامبا يكونوا حبه 3 حبات تاع بصل كبار يقول لك 20 ميل 3 حبات تاع بصل ما يحمضولكش يومين. يعني واش نقول الله يكون في عون كل واحد. فريمون ما فهمتش علاش هاد الغلا. الدجاج الحق ل 51 الف للكيلو يا يما وشنو هذا. سبحان الله انا تبالي يلقاوها فرصه هاد التجار يلقاوها فرصه كي يلحق رمضان يزيدوا يغونفليو لي بري. والعام كامل لي بري نقولوا شويه غاليين بصح في رمضان بزياده. الناس يعني يحليلها في رمضان، خاصة كاين اللي ما عندوش كاين اللي ما خدامش وهكذاك تلقاهم ما يرحموش. يقولك يا رمضان نخدموا فيه، بصح كاين يقولوا له شهر الرحمة علاه يعني هاد اللي بري ربي يهديكم.
هذا ما كان واش نقولوا. خدمت البوراكات تاعي، هذا دوزيام جور تاع رمضان. وكيفاش خدمت لافارس البنات نخلي لكم الفيديو، اني خدمت لكم في الفيديو اللي فات كيفاش خدمتها، وجربوها البنات وعجبتهم بصحتكم. هذه هي الطريقه المعتمده عندي دائما باش نخدم بوراكات ولا لافارس تاع البوراك، سواء بالدجاج ولا بالفيونداشي. درت البوراك وخليته على جنب ورحت نخدم تحليه البنات للسهره. درت كاسون تاع شونتيي مع بواطه تاع كريم ديسر هذا، ومغرف تاع الطفي. هذا المغرف تقدروا تستغناو عليها، انا كي كانت عندي درتها. واش رايحه ندير؟ راح ضفت من قبل ديجا كاس غير ربع تاع الماء يكون بارد بارد، داكوغ البنات؟ كاسون تاع شونتيي مع كاس غير ربع تاع الماء يكون فريمون بارد. وهذيك هي نطلع هذيك الشونتيي مليح مليح حتى يضاعف الحجم تاعها. هذه التحليه البنات يعني الواحد يقدر يسلك روحه بها في رمضان، والله غير تقطع كميه كبيره وتجي هايله وبنينه. انا حنستعمل هذا البسكويت تاع الماكا ونستعمل فيه بزاف تحليات، وحنستعمل في هذيك الصينيه اللي القطر تاعها 30 على 24. بالنسبه للقطر تاع الصينيه مع هذا البسكوي دالي علبه وربع، العلبه الثانيه دالي منها غير ربع، ما داهاش كامله. هنا راكم تشوفوا يعني الزوج كي شرا لي هذا البسكوي شراه مهرس سوغ بالك طاح المول الحانوت ولا، دونك معليش مزيان راح نخدموا تحليات تما راح نطببوا. بيان سور شربته في الحليب. ومن بعد راح نزيد طبقه تكون رقيقه من الشونتيي اللي كنت طلعتها معاكم. راني حابه تكون لي الطبقه تاعها رقيقه، مانيش حابتها تكون غليظه، دوك نديرها بالسباتول هذا تاع الحديد باش يليسيها لي جيبيه وينحي لي كامل هذوك الزوائد. هذه اكثر تحليه يا البنات تسلك الواحد في رمضان، كيما يكون عنده والو يشري غير شونتيي ويشري هذا البسكوي، ماشي شرط انه يحط هذاك الكريم ديسال. طلع شونتيي مع الحليب والسلام عليكم، والله غير تسلك الواحد وتفكوا يعني كي يحصل كامل واش يدير تحليه، بس في رمضان على بالي كامل نحبو نحليو في السهرة. دونك زدت طبقة تانية من هذاك البسكوي، راكم تشوفوا بلي راه مهرس مسكين. دونك قعدت نحط فيه حبة حبة. بالنسبة لهاد الصينية البنات يخي قلت لكم نورمالمون اذا ما نسيتش دات لي باكي وربع من البسكوي هذا، يعني باكي كامل، والباكي تاني ديت منه ربع يعني ما وصلتش للنص. وقعدت هادو الزوائد هادو مالي كوتي قعدت نحط لهم غير هكذاك، معليش يعني قعدت غير نشبط برك ليسونسيال ما يقعدش الفيد. ومن بعد نزيد طبقة أخيرة من الشونتيي. أنا فضلت أني ندير طبقة أخيرة، ما حبيت نزيد حتى طبقة البنات باش أي وحدة تقدر تخدمها كي تكون مزروبة مشغولة ما عندهاش الوقت. يعني كنت مولفة نخدمها بطريقة أخرى، إن شاء الله في هذا رمضان نزيد نبارطاجيها معكم بطريقة أخرى هي هكذا، بصح عندها راح نزيد لها عفايس يعني خلاف. هذا ما كان زدت ليسيتها بيان، أعدلها مليح مليح. وهذه هي تحليه تاع اليوم. واش ندير لها البنات كي نخلصها ندخلها للكونجيلاتور تبرد مليح مليح تتماسك باش نروح ندير لها التزيين النهائي. التزيين درت حاجه تخي سامبل. بعد ما نكملها البنات دخلتها للكونجيلاتور واحد النص ساعه ولا مامبا، شدت روحها مليح باش نروح ندير لها الشكل النهائي. لازم تدخل للفريجيدار. تقدروا البنات واش ديروا دوبو شوكولا واش حبيتوا. انا شوفوا كيفاش اليوم راهي تلفت لي دوبت شيكولا عادي، حطيتها في لابوش ودرتها. من بعد نسيت باللي هذه كانت في الكونجيلاتور تما، جمدت لي هاد الشوكولا تم ما كانش عندي الوقت ما باش ندير هذوك الخطوط تاع الملفاي. دونك شفتوا كيفاش ساعات وتكون عندك الفكره بصح تروح لك كيفاش تريقلها. معليش. كانت عندي شوكولا اتارتيني والله غير ما تولهت ما على باليش كيفاش جات في راسي ندوب شوكولا ونحطها. يابا كي ما عجبنيش الشكل تاعها عاودت درت عليها شويه تاع الطوفيه والصلاه على النبيق. كنت ما حاجه نشارك معكم هذه التهليه، ما عجبنيش الشكل النهائي، ومن بعد فينالمون جات باهيه وجات هايله. وشنو نتوما البنات ديروا بشوكولا اتارتيني حتجيكم خير وخير. دوك في لافات على فيديو نوريها لكم. نروح نكمل لكم البنات لا جورني واش درت في هذا النهار. درت شلاضه مع شويه مصيدوه. نشوفوا كل نهار كنت نقص شويه بس كل ما نحطها تقعد لي نقصت، ما حبيتش نكثر. كيما قلت لكم والله ما نحب ندير حاجه وتقعد هكذاك تترامى وتروح هكذاك برك. دونك يعني في النهار الاول درت كونتيتي لقيتها قعدت، غدوه من داك اللي درت كونتيتي لقيتها قعدت، وهي ماشيه نمشي ونقص حتى نلقى يعني نطيح في الريتم تاع الماكله اللي تتكل. ومن بعد درت شويه تاع البيتراف وندير لا فينيغريت تاعي.
بيان سور شلاضه ما تجيش بنينه بلا لا فينيغريت. هذا هي الشلاضه تاعنا كانت واجده. زدت رحت نقلي البوراكات اللي كنت وجدتهم الصباح البنات. عبالكم لو كان ما نوجدش الصباح العشيه ما نقدرش. شوفوا اصلا في العشيه باينه باللي تعيا الواحد، يعيا ما يقعدش عنده هذوك الانرجي تاع الصباح. فهمتوا سما العشيه نسي دائما واش ندير، نوجد فيهم الطابله، نقلي البوراك، اذا كان درت بيتزا درت بيتزا، اذا كان درت شلاضه درت شلاضه، يعني ونطلق واش راح ندير، سواء فريك ولا شوربه فيرميسيل ولا لسان الطير. هذه هي شتو طابله اللي وجدتها في اليوم الثالث. وهاي لكم التحليه البنات، صدقوني يا البنات واش نحكي لكم، جات بزاف بنينه سهله وما فيهاش كامل لي فري، تقدروا تخدموها بعينكم مغمضين. قلت نبارطاجيها معكم في الاول، والله ما حبيت نبارطاجيها معكم على جال هذوك الخطوط تاع الشوكولا اللي جاو يابسين. امي ومن بعد كي تاكلوا تلقاها عندها قوب بنين هكذا، شغل الشوكولا يابسه والشونتيي طريه. جات هايله البنات، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا كان حبيتوا تحليات اخرى زيدوا قولوا لي، لانه هذه فرصه في رمضان يعني نقدر نخدم لكم حاجات تطلبوهم مني. وبالنسبه لحاجات خلاف درنا غير الزلابيه وقلب اللوز والصلاه على النبي. وكان هذا هو لا فيديو، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله يكون جاكم خفيف. نقول لكم صليوا على النبي، استنوني غدوه.